مشكلة أساسية في الفترة اللي فاتت نعم. في مجال الإعلام، اللي هو كان الإعلام الموجه الحقيقة، اللي هو كان إعلام التابع للحكومة الدولة. بالضبط. كل هدفه إن هو يخلي النظام قاعد في مكانه. تقولي لي بقى لا نقابات ولا الدعاية عمال للنظام ولا فقط في لا غير. دماغه، هو عبارة عن بوق بيخدم نعم. النظام. بالضبط. ده كان المشكلة الأساسية اللي موجودة في الإعلام المصري، اللي هو الإعلام التابع للدولة. لكن أعتقد أن بعد ثورة 25 يناير الحال بدأ يستقيم تباعا الحقيقة في الفترة الأخيرة. يمكن أنت حضرتك شفتي في التلفزيون المصري، نعم. وده جديد علينا هناك الحقيقة، تغيير كبير إنك بتجدي الرأي والرأي الآخر. بالضبط. بدأتي تشوفي مناقشة لقضايا تهم المجتمع المصري بالأساس. في حرية في إبداء الرأي. لا ما كناش بنهتم بالبرامج اللي هي يعني لما انت كده النهارده بتناقشي مشكله كبيره جدا بتهم قطاع كبير جدا من العمال في مصر. فانت النهارده هاتي لي برنامج كان بيناقش هذه القضيه قبل ثوره 25 يناير، قضايا العمال والنقابات لا كده هنفتح عين العمال، ما ينفعش بقى فده فكر كده هنفتح عينيهم. ده واضح من الاستاذه النقابيه. فده فكر جديد احنا عايزين نتبناه في الاعلام، يبقى في رساله اعلاميه بتصل في كل مجال من مجالات الحياه، وتبقى هذه الرسالة يعني مهنية، يعني عشان نقدر نقول الحقيقة ونقدر نحدد مشكلتنا ونقدر نحط الخطط تباعا لحل هذه المشاكل من خلال استضافة خبراء وعلماء في كل مجال عشان نبتدي ننور المجتمع. واعتقد ان ده في الفترة اللي جاية هيتم ان شاء الله على ارض الواقع، وهيبقى ليه نتائج على الارض. يعني حضرتك شايف ان احنا